المنتخب الوطني المغربي هذه المرة أسود الأطلس في مواجهة أوغندا، وذلك في إطار كأس إفريقيا المغرب 2025 لفئة 17 سنة. فئة 17 سنة تتألق هذه المرة وتنظم كأس إفريقيا بالمملكة المغربية الشريفة خلال الفترة الممتدة بين 30 مارس، يعني بداية من هذا الأسبوع، إلى غاية 19 فبراير. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا من جديد حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية على منصتنا على اليوتيوب. غنوريكم اليوم كأس إفريقيا التي ستنظم بالمملكة المغربية الشريفة الرائد الأول في التنظيم. هذه المرة كأس إفريقيا سينظمها المملكة المغربية ابتداء من 30 مارس 2025، تدوم مدة 19 يوما، يعني إلى غاية 19 أبريل 2025. القرعة أجريت كما تعلمون وصنفت إلى 16 فريقا إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى التي على رأسها المنتخب الوطني المغربي ل 17 سنة إلى جانب كل من تنزانيا وأوغندا وزامبيا. المجموعة الثانية بوركينا فاسو جنوب إفريقيا ومصر. المجموعة الثالثة غامبيا الصومال وتونس. المجموعة الرابعة مالي أنغولا والكوت ديفوار. إذن إخواني الكرام، المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الوطني المغربي الذي سيواجه فريق تنزانيا، وذلك بملعب البشير بالمحمدية في إطار كأس خواتاتي، كنتي جديد معنا في القناة، ما تبخلش عندنا بالضغط على زر الاشتراك، محتاجين الاشتراكات ديالكم وكذلك التفاعل ديالكم واللايكات ديالكم في هذا العواشر. عيدكم مبارك سعيد، تدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر بعجالة للموضوع. فالمنتخب الوطني المغربي أسود الأطلس 17 سنة في إطار كأس إفريقيا للأمم التي تنظم لنسخة 17 سنة بالمملكة المغربية. المغرب الذي سيواجه أوغندا في الجولة الأولى بملعب البشير بن محمدية في أمسية يوم الأحد 30 مارس من الساعة 10 مساء ليلا. لم يبقى لي إلا أن أقول لكم خوتي خواتاتي، دمتم في رعاية الله، عيدكم مبارك سعيد، إلى اللقاء.